بقي في الكفاءة القتالية وحسن الأداء لجيش مصر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال منظومة إعداد متكاملة ومتدرجة تتبناها القوات المسلحة المصرية من واقع خبراتها العلمية والعملية المتراكمة عبر عشرات السنين لأعداد أبنائها المقاتلين. وركيزة هذه المنظومة تبدأ في الوحدات داخل المعسكرات من خلال برنامج العمل اليومي، والذي يعكس يوما في حياة جندي مقاتل من أبناء مصر في القوات المسلحة. الخدمة في القوات المسلحة شرف لكل مصري، وأنا جندي مقاتل بتشرف بأداء الخدمة العسكرية. هعيش معاكم يوم في حياة جندي مقاتل من أول ما بصحى من النوم لحد ما أرجع تاني وأنام. يلا بينا. يبدأ يومنا مع نسايم الفجر. بنصحى من النوم أول ما نسمع صوت بيضرب نوبة صحيان. أول حاجة بعملها أرتب سريري. لازم العنبر بتاعنا وسرايرنا يبقوا نضاف ومترتبين. وبعدين بنتمم في تمام الجماعات وبنروح الحمام علشان نتوضى. وعندنا مسجد الوحدة نصلي فيه جماعة، وبعدين نروح نلبس لبس الطابور الأول. غالبا بيكون لياقة بدنية، وكل سرية لبسها الرياضي مختلف عن التانية. وبنجمع حوالين أرض الطابور، وأول ما بنسمع البوجي لجمع الطابور الأول بنجري بحماس ونشاط ونجمع في أرض الطابور بالسرايا. وفي مراسم وإجراءات عسكرية عريقة بتتم في الطابور ده، في تمام الوحدات ورفع العلم. الواحد بيشعر بفخر وعلم مصر بيترفع فوق في السماء. وبعدين نسمع الأوامر بانتباه شديد، بنعرف منها مين متعين خدمة وفين، وبنعرف مين مأمورية ومين أجازة ومين خد جزة ومين خد مكافأة. وبعدين نبدأ طابور اللياقة البدنية. أنا شخصيا بحب الطابور ده جدا جدا جدا. الواحد بيستفيد منه في الحفاظ على صحته وبناء جسمه وتقوية عضلاته. نؤدي مجموعات تمارين جماعية للحفاظ على مرونة الجسم، وساعات نعمل تمارين خاصة لتقوية العضلات، أو نجري ضاحية، أو نعمل تدريب على اجتياز الموانع. الضاحية والموانع بيعودونا على قوة التحمل وعدم الاستسلام للتعب. وبعد طابور اللياقة بنجري على العنابر، نستحمى ونغير ملابس الرياضة ونلبس لبس طوابير التدريب، غالبا بيكون الأفرول. وبعدين بيضرب بروج الجمع الوحدة مرة تانية، المرة دي علشان نروح الميز المجمع بنظام وانضباط علشان نفطر. والحقيقة الأكل بيكون متنوع وبيتم تجهيزه في مطابخ حديثة، والميز نفسه مبنى حضاري ومريح. وبعد الفطار بعضنا بيروح يستلم سلاح، والبعض بيروح يستلم معدات أو مهمات خاصة طبقا لموضوع التدريب لكل وحدة فرعية. برنامج التدريب بيتعلق في لوحة الإعلانات، وبعد كده بنجمع في أرض الطابور علشان نبدأ فترات التدريب. وفي الطابور بيجي المعلمين من الضباط وضباط الصف المعلمين يقفوا قدام السرايا، وأحيانا بيجي قائد الوحدة يقول شرح مختصر عن البلد، ويقول نصايح وتوجيهات في الانضباط والتدريب وكمان في الأمن. وبعد التمام بنروح لمكان التدريب المخصص لكل وحدة فرعية، والتدريب بيكون إما نظري في فصول مجهزة، أو تحت مظلات، أو عملي في ميادين التدريب المجهزة. ومن أهم الموضوعات اللي بنتدرب عليها التعليم المنضم، والتدريب على الأسلحة، والتدريب على الرمي من أوضاع مختلفة.
وموضوعات المهارة في الميدان، والموضوعات التكتيكية أو بعض الموضوعات التخصصية. وساعات مواضيع التدريب يكون فيها بيانات عملية علشان توحد مفاهيمنا في الطريقة المثالية اللي ننفذ بيها أي عمل معين. وقائد الوحدة بيمر على التدريب يوميا علشان يتأكد إن احنا بنتدرب بجد وفاهمين اللي بيتقال لنا وبننفذه بمهارة. وساعات نلاقي قادة ورتب كبيرة يمروا علينا في التدريب ويمشوا معانا في طوابير السير. ده أول طابور ابتدي بيه طوابير السير، أرجو إن شاء الله ده يبقى أفضل طابور. بالتوفيق إن شاء الله يا أبطال. ويعملوا معانا لقاءات، يسمعوا مشاكلنا ويدوا أوامر وتعليمات لحلها. ادحر الإرهاب دحرا، اقهر الإرهاب قهرا، واقرأ القرآن واجهر، إن يعالوكم فقولوا ربنا أعلى وأكبر. وساعات البرنامج اليومي يكون لقاء معنوي، بتحضر الوحدة كلها اللقاءات دي، وبيجي قادة كبار متقاعدين من اللي حضروا حرب أكتوبر بيكلمونا عن تاريخ مصر وبطولات رجال القوات المسلحة. وأحيانا بيجي شيوخ وعلماء أزهريين بيكلمونا عن الأخلاق وسيرة الأبطال والشهداء. وفي آخر اللقاء بيوزعوا علينا جوائز على اللي بيجاوب صح على الأسئلة اللي بيسألوها لنا. بين كل طابور وطابور في راحة صغيرة في حدود 10 دقايق، وفي راحة كبيرة حوالي تلت ساعة في ميعاد الصلاة، بنقدر فيها نروح نتوضى ونصلي جماعة في مسجد الوحدة. وبتستمر الطوابير النهارية لحد ميعاد الغداء. بعدها نروح نسلم السلاح والمعدات والمهمات، ونقف حوالين أرض الطابور لحد البروج ما يضرب نوبة جمع للغدا. نصطف في أرض الطابور، وبعدين نروح الميز المجمع بنظام وانضباط. كل واحد منا مكانه مع زملاته معروف. قعدة الميز والكلام مع زملاتي من كل بلد بيخلينا أصحاب وإخوات، ويخلي فيه ألفة بينا. وبعد الغدا في فترة لمكتب القائد، بيعرض عليه الأفراد المخالفين وكمان الأفراد اللي طالبين العرض على مكتب القائد علشان عندهم مشاكل أو اقتراح عايزين يقدموه لقائد الوحدة. وبتبدأ اعتبارا من بعد الغدا فترة الترفيه وشغل أوقات الفراغ، ودي فترة مفتوحة كل واحد بيمارس الهواية اللي بيحبها. أنا شخصيا بحب ألعب كورة قدم، بعشقها. وساعات أروح ألعب كورة طايرة، أو أروح ألعب طاولة أو شطرنج، كل ده متوفر في الوحدة. وساعات يجيلي مزاجي أروح المكتبة أقرأ. المكتبة فيها كتب ومجلات ياما، إشي ديني وعبادات وكتب في الأدب وقصص، وفيها جريدة القوات المسلحة بنقرأ فيها موضوعات كتيرة. ولو مرة حسيت بالتعب أو اتجرحت وأنا بلعب، بروح النقطة الطبية بالوحدة أتعالج أو أسأل الدكتور. وكتير قبل ما نروح العنابر علشان نغير هدومنا لفترة الليل، أفوت على البوفيه أو الكانتين، أشرب حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة، أو آكل حاجة خفيفة. كل ده متوفر في الوحدة. وفي فترة بعد الظهر بيتم نزول الأجازات طبقا لخطة الأجازات. بيجمع الأفراد اللي هتنزل أجازاتها ويسلمهم تصاريح الأجازات، وبعدين يركبوا الأتوبيسات توصلهم لأقرب وسائل مواصلات عامة يركبوا منها ويروحوا بلدهم. وممكن انتهز الفترة دي كمان واروح لأماكن الخدمات العامة، أحلق عند الحلاق، أو أروح للترزي أقيف أفرول، أو أروح المغسلة أغسل هدومي وأكويها. وفي الليل بيتم جمع أفراد الكتيبة لإجراء إنزال العلم اللي هو طابور الهتاف، وفيه
بيتم جمع الأفراد المعينين خدمات بالسلاح، وبيتعمل بيان لشرح أسلوب المعارضة السليم والتعامل مع أي حالة اشتباه. ما احنا في ظروف لازم نكون فيها صحيين وواعيين. وبعد كده أحيانا بيكون فيه تدريب ليلي، وأنا لما أكون ما عنديش تدريب ليلي أو خدمة بحب أروح أتفرج على التلفزيون في الصالة الملحقة بالكانتين، أشوف الأخبار وأعرف الدنيا ماشية إزاي. ويا سلام لو كان في ماتش كورة للمنتخب، كلنا بنشجع منتخب مصر. وبعد كده بنروح العنابر نستعد للنوم داخل العنابر لبكرة. وفي الوقت اللي بنكون نايمين فيه بيكون لنا زملاء من الوحدة خدمة ليلية، أو بيحرسوا أهداف حيوية، أو طالعين كولات أمنية على الطرق. بنساعد زمايلنا في الشرطة المدنية للحفاظ على أمن بلدنا. والساعة 10 بالليل بيضرب البروجي نوبة نوم، وأول ما نسمعها ننام على طول. وعندما تذهب إلى النوم عزيزي الجندي، هناك آلاف من زملائك في القوات المسلحة مستيقظون في كثير من المواقع وعلى كافة الاتجاهات، يؤدون واجبهم المقدس في حماية أمن مصر الغالية. وسيجيء يوم يناديك فيه الوطن للدفاع عن أرضه الطيبة وشعبه الكريم. فدائما ودوما عزيزي الجندي، في كل وقت وفي كل